السلام عليكم متابعين قناة صحراء نيوز، مرحبا بكم في هذا الخبر العاجل. دائما مع الأخبار الحصرية والعاجلة على قناتكم صحراء نيوز. إذا فقد تم إدانة صحفيين فرنسيين في ملف ابتزاز الملك محمد السادس بسنة حبسا نافذا وأداء غرامة. فقد أدان القضاء الفرنسي اليوم الثلاثاء الصحفيين الفرنسيين إريك لوران وكاترين غراسيي بالحبس سنة واحدة مع وقف التنفيذ في قضية ابتزاز الملك محمد السادس والمطالبة بدفع مبلغ مالي مهم مقابل عدم نشر كتاب عنه. كما سبقتوا عرفتوا تفاصيل هذه القضية هذه في 2015. هاد جوج صحفيين كانوا غينشروا واحد الكتاب على الملك المغربي محمد السادس، ومقابل انهم بحال حاولوا يديروا الابتزاز ان حنا ما نشرش هذا الكتاب مقابل تخلصوا لنا مبالغ ماليه. وتم تسجيل هذا الابتزاز هذا، تم رفع قضيه ضد هاد الصحفيين في فرنسا ويلا تحكم عليهم منذ 2015. إذن ونقلا عن مصادر صحفية، فقد حكم القضاء الفرنسي على الصحفيين المذكورين بدفع غرامة مالية قدرها 10,000 يورو مشاركة فيما بينهما. يعني 10,000 يورو غيقسموها بيناتهم، كل واحد غياخد 5,000 يورو غيدفعوها للقضاء الفرنسي، وكذلك دفع درهم رمزي لفائدة المملكة المغربية. وتعود وقائع هذه القضية إلى سنة 2015، حيث كان المغرب يعني المحامي ديال المملكة المغربية قد تقدم بشكوى في فرنسا مطالبا بفتح تحقيق على الفور في ملف ابتزاز الملك محمد السادس. إذن فالملك محمد السادس خط أحمر بعدما تم التنسيق للإطاحة بالصحفيين إيريك لوران وكاترين غراسيي بعد عدد من اللقاءات التي جرت مع مبعوث المغرب، حيث تم توقيفهما وبحوزة كل منهما 40,000 يورو نقدا لدى خروجهما من الاجتماع مع المبعوث ذاته سنة 2015، حيث سجلت المقابلات. إذن هاد جوج صحفيين تشدوا حيين بمجرد ما عطاهم المبعوث المغربي ديك 40,000 يورو، تم ضبطهما وبحوزتهما الفلوس ديال الابتزاز. كنشكركم على المتابعه ديالكم، ما تبخلوش علينا باللايك والاشتراك لمزيد من الاخبار الحصريه. مرحبا بكم في قناتكم صحراء نيوز.